السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في مطبخ الست أصيلة. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالجزر وحمام كداب محشي بالرز، رز بالخلطة بالكبد والقوانص ورز وسلطة بإذن الله. تمام. الحلقة اللي فاتت أو الحلقتين اللي فاتت اتكلمنا عن تفريز الأكل وتفريز الخضار وازاي نحتفظ بالخضرة لفترة طويلة، وازاي نحتفظ بالليمون لفترة طويلة، وعرفنا أهمية المناديل الورق لأنها بتمتص الرطوبة أو بتمتص المية، فبتحتفظ بالليمون أو الخضرة أو أيا كان اللي احنا هنحتفظ بيه، بتحتفظ بالخضار عموما لأكبر فترة ممكنة. بالنسبة برضو للخيار والكوسة والجزر. تمام. عرفنا برضو طريقة جميلة قوي ولذيذة لحفظ الزبدة، اننا بنقطعها مربعات ونحتفظ بيها في كيس في الفريزر عشان يعني توسع لي مكان او يعني ما تاخدش مكان في الفريزر. تمام. ده بالنسبة للزبدة. في حاجات كتيرة ان شاء الله هنتكلم فيها بالنسبة لحفظ الاكل. بالنسبة انا ما اتكلمتش لسه بالنسبة لحفظ اللحوم والفراخ والسمك، لسه ان شاء الله هنتكلم فيها في الحاجات دي في الحلقات الجاية بإذن الله. لأن التفريز عموما بيوفر لنا وقت جامد، ويعني بيسهل شغل المطبخ بالنسبة لأي ست، خصوصا إذا كانت شغالة أو عندها أطفال زي. يعني عموما بالنسبة للحمة والفراخ والسمك المفروض أو يعني يستحسن إن انت أول ما تجيبي الحاجات بتاعة السوق، يعني تجيبيها تتبليه، تغسليهم وتتبليهم على طول وتقسميهم على الأكياس وعلى الفريزر على طول. ده هيسهل معاكي وقفتك في المطبخ وهيوفر مجهود ووقت كبير قوي. ان شاء الله هنعرف كل حاجه بتتحفظ ازاي وايه التوابل اللي بتستخدم لكل حاجه، سواء بالنسبه للفراخ او السمك او اللحوم الحمراء. طيب هنبدا بقى باذن الله اكلتنا النهارده اللي هي الحمام الكداب. حمام الكداب هي عباره عن، احنا بنستخدم طبعا الفراخ لان طبعا الفراخ يعني اسعار الفراخ عموما اقل من الحمام بكتير. جوز الحمام دلوقتي معرفش وصل كام، بس للي بيحبوا الحمام يعني وبيجيبوه اكيد عارفين ان جوز الحمام غالي اكتر من الوراك اللي هي بتستخدم في الحمام الكداب، اغلى بكتير. تمام. احنا بص يعني ممكن عموما نعمل الحمام الكداب ده بالوراك بتاعت الفراخ او بالصدور. لو جبتي الصدور خلي الراجل يقطع لك الصدر كامل من غير تقطيع، مش زي البانيه يعني. هتاخدي الصدر كامل بس هو يقطعها لك يعني ايه شرايح اقل سماكه، اقل في السمك شويه يعني. يعني مثلا بالنسبه للصدر ممكن تاخدي الصدر كامل بس هو يقطعه لك مثلا بدل ما هو هيبقى قطعه واحده، لا هيبقى مثلا 3 قطع. الترانشة او الشريحه نفسها هتبقى ارق او اقل في السماكه يعني، عشان تقدري تلفيها بسهوله وتحشيها بسهوله. لو هتستخدمي الوراك هتخلي الراجل يخليلك الورك. يعني ده بالنسبه ده دلوقتي ورك اهو، ده ورك مخلي مفيش فيه غير العظمه اللي انت بتمسكي منها الدبوس بتاع الورك. تمام. ادي ده اهو ورك مخلي، ورك مخلي بيتشال منه العظمه اللي هي الكبيره وبيتخلى يعني بتخليه يسيب لك العظمه اللي انت بتمسكي منها الدبوس ده. ليه؟ لان في الحشو الشكل العام بيبقى كانك يعني حاشيه حمامه، ودي راس الحمامه. تمام. يعني بيبقى الشكل العام باذن الله هتشوفوه معايا دلوقتي، الشكل العام بيبقى كأن فعلا انت حاشيه حمام، ويعني بينفع طبعا في العزومات وكده، بيدي منظر حلو على السفره. هنشوف مع بعض بقى نحشي الوراك دي ازاي باذن الله. عندنا دلوقتي دي وراك مخليه زي ما قلنا، عندنا بصل متقطع جوانح، عندنا صينيه البطاطس متقطعه حلقات او ترانشات، وعندنا جزر متقطع ترانشات برضه، وعندنا هنا للتتبيل بقى ملح وفلفل وكمون ومكعبات مرقه ماجي. انا بحب اضيفها على الاكل عموما
وبالنسبه للفراخ او اللحوم بتدي لون حلو قوي. لما تيجي تحمري الفراخ هتلاقي ان هي ادت لون ذهبي حلو قوي للفراخ. تمام. هنبتدي نتبل بقى الفراخ. نبتدي نتبل الفراخ بتاعتنا. هنضيف لها شويه فلفل اسود، شويه ملح. انا طبعا اساسا كنت محتفظه بالفراخ دي متبله بالبصل والفلفل والملح وكده، بس انا يعني لما جيت طلعتها طبعا انا ما كنتش يعني حاطه حاجات كتير، ما كنتش مزوده. لما طلعتها عشان اعملها دلوقتي لازم طبعا هتبلها كويس، لان التتبيله اللي فيها مش كافيه، او يعني مش هتبان معايا في الاكل. نبتدي نتبلها كده. تمام. نتبلهم كويس قوي. وعندنا هنا بهارات برضو، دي كزبره ناشفه، اخد منها رشه بسيطه. هنا بتدي برضو ريحه حلوه قوي للاكل وللمشويات. عندنا زعتر برضو هناخد منه رشه، ومش مفتوح فانا افتحه فتحه بسيطه كده عشان ايه ابتدي ان انا استخدمه. زعتر. تمام. اتبلت عندنا كده تمام قوي وجاهزه ان احنا ان شاء الله نحشيها. هنشوف بقى باذن الله هنحشيها ازاي مع بعض. احنا هنحضر الحشوه بتاعتها اللي هي عباره عن رز بالكبد والقوانص. دي كبد وقوانص متقطعه، تعتبر مفرومه، ومتضاف ليها طبعا بصل وثوم وفلفل رومي، اللي عندك اللي موجود ايا كان بقى، اخضر احمر. بس هو عموما الفلفل الرومي بيدي ريحه للاكل، وكمان برضو على فكره بيساعد جدا في تلوين المشويات. يعني تلاحظوا دايما الراجل الحاتي يعني لما بيشوي بيحط في السيخ او في العود بتاع الشوي، بيحط فيه مع البصل والفلفل، بيحطوا دايما مع البصل، سواء كانت مش يعني فراخ او كفته او كباب. هتلاقي ان الحاتي حاطط في عود الشوي حاطط بصل وحاطط معاه فلفل الوان. الالوان اكتر كمان من الاخضر على فكره، بيدي طعم وريحه وبيدي كمان لون للشوي. هنشوف مع بعض بقى باذن الله. اول حاجه هنعملها هي هنعملها اللي هي الرز بالخلطه، الرز بالكبد والقوانص. هنعملهم باذن الله مع بعض، وهنشوف باذن الله هنعمل ايه بعد كده. دلوقتي هنعمل مع بعض الكبد والقوانص، هنشوحهم مع بعض عشان نبتدي نعمل الايه الرز بالخلطه. تمام. طبعا هنحط الطاسه فيها شويه زيت، مش كتير، ما نكترش الزيت. تمام. وبعد كده لما يسخن نبتدي نحط البصل والثوم. طبعا دول البصل والثوم بتوعنا اهو، دول اكيد عارفينهم وفاكرينهم كويس، دول ابطال الحلقه اللي فاتت بتوعنا اللي فرمناهم وجهزناهم. هنبتدي كده الزيت قدح، هنبتدي بقى نحط شويه بصل الاول عشان الثوم بيتحرق بسرعه. هنبتدي نحط البصل الاول، نبتدي نشوحه. مع بعض كده. نعلي عليه شويه. احنا مش عايزين البصل يدبل، مش عايزين ان هو يصفر، يعني مجرد بس يعني لونه بس يتغير شويه كده، نقوم حاطين الثوم.
شويه هنقوم حاطين من الثوم بتاعنا شويه حلوين كده. الثوم اول ما نحطه ما نقلبش بقى، يعني ايه، ما نسيبوش كتير. ليه؟ عشان احنا عايزين ريحته تبقى باينه في الاكل. دلوقتي خلاص كده القوانص بتاعتنا استوت، الكبد والقوانص تمام استوت. نطفي عليها باذن الله وهنبتدي ايه نحط بقى ايه الرز على الكبد والقوانص، بس مش هنسويه عشان احنا طبعا مش عايزينه مستوي عشان ما يعجلش معانا في الايه في الحشو. هنحطه كده ونحط كوبايه رز، بس كوبايه رز على المقدار بتاعنا بتاع الكبد والقوانص. ده كوبايه من غير اي تسويه خالص. احنا خلاص حطينا كده كوبايه، نحط عليه الكبد والقوانص بتاعتنا. هنقلبهم مع بعض كويس. نقلبهم كويس مع بعض كده. خلاص تمام كده، تقلبهم مع بعض كويس قوي. هنجهز بقى الحشوه دي، الحشوه بتاعتنا هنجهزوها يبرد بس شويه ونبتدي الحشو باذن الله مع بعض. هنبتدي دلوقتي نحشي الوراك بتاعتنا باذن الله. خلاص الحشوه بتاعتنا بردت شويه وهنبتدي باذن الله نحشيها دلوقتي، وعشان نحطها بقى تغلي على النار. حاطه دلوقتي انا ميه على النار بتغلي وحاطه فيها توابل وشرحتين 3 بصل كده عشان ايه يتبلوا لي الميه اللي هتعمل لنا الشوربه باذن الله. هي طبعا احنا ممكن ما نستعملهاش وممكن نرميها، بس عشان الشوربه دي يعني هتدخل للمسام بتاعه الفراخ فهتتبلها لي برده وتديلها طعم. نبتدي بقى باذن الله نحشي الوراك هنا اهي اتبلت وتمام شربت التتبيله كويس. هنبتدي بقى ان احنا نحشيها بسم الله. هنجيب الورق اللي احنا هنفرد عليها ورق فايل. هي الورق الفايل دي هنستعملها ان احنا هنقفل على الحشوه بتاعتنا عشان ما تفكش وما تقعش في الشوربه. تمام هنفرد كده، نفردها هنا كده. واضح مع بعض؟ واضح. نبتدي ان احنا نحشيها ونخلي بالنا ان الحشوه ما تبقاش زياده قوي عشان طبعا الرز ده هينفش، وممكن لو نفش زياده عن اللزوم او الكميه كانت يعني اكبر من اللازم هتخرج بره وهتعجن. اقفل عليها كويس. احنا كده حطينا كميه تهيألي مناسبه قوي. تمام نقفل بقى، نمسك الطرف ده كده والطرف ده كده زي الجناحين كده ونقفل كويس قوي من الناحيتين كده. نقفل كويس. نحاول نقفلها كويس قوي عشان مفيش اي حاجه تخرج بره تعمل لي مشاكل في الشوربه تعجن الرز. هنقفل بقى عليها كويس قوي اهي كده. خلاص حشيناها تمام، حشيناها تمام. نبتدي بقى ان احنا نقفل عليها كويس ونضغط نلف
ونضغط كده، نلف لفه ونضغط جامد عشان ما تفكش معانا. هنعمل التانية بنفس الطريقه وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. خلاص حشينا الرغيفين تمام وبقوا بالمنظر ده، بيتلفوا رول كده ويتقفل عليهم من الناحيتين كويس قوي كده اهو، عشان ما يفكوش معانا في السوا، ما يفكوش معانا في الشوربه. تمام. هنحطهم بقى دلوقتي في الشوربه او في الميه اللي بتغلي عشان يستووا، والرز والخلطه كلها تستوي مع بعض. وبعد كده هنطلعهم على التحمير باذن الله، وهعمل باذن الله صينيه البطاطس وهنعملها مع بعض باذن الله ونشوف الشكل النهائي للاكل. الميه المغليه اهي تمام، هي بتغلي خلاص كده. هنسقط فيها الفركان الملفوفين او المحشيين بتوعنا. تمام، ادي واحده وادي التانيه. دلوقتي الوراك بيغلوا على النار، واول ما يستووا باذن الله يعني هختبر السوا بتاعهم بشوكه او بسكينه او بعود من عيدان الشيش طاووق اشوفها استوت ولا لا. وبعد ما يستووا باذن الله هنطلعهم مع التحمير، وهعمل جنبها صينيه بطاطس بالجزر مع الرز والسلطه باذن الله، ونشوف الشكل النهائي لاكلنا النهارده. نبتدي نعمل صينيه البطاطس بتاعتنا باذن الله. زودنا مكعبين زبده من اللي احنا احتفظنا بيهم المره اللي فاتت في الفريزر. نحط عليهم البصل، نحط عليهم البصل ونشوح البصل شوحه بسيطه. ونحط عليهم البطاطس والجزر. نقلبهم مع بعض. هنقلبهم مع بعض تقليبه كويسه، واول ما يدوبوا شويه او يبداوا يتبلوا شويه معايا هقوم حاطه عليهم ايه كام طماطمايه كده، وهحطهم في الفرن بعد ما اسقيهم بالشوربه. زودنا مكعبين زبده من اللي احنا احتفظنا بيهم الحلقه اللي فاتت او المره اللي فاتت لو تفتكروا، او اللي متابع معايا. دوبناهم وحطينا البصل عليهم، شوحت البصل شويه، وبعد كده ضفت البطاطس والجزر معاهم عشان ايه ياخدوا يعني لفه كده مع البصل. واول ما يتبلوا باذن الله هسقيهم بالشوربه، واحط عليهم حوالي مثلا 3 طماطميات واحطهم في الفرن. تمام اهو، اقلبهم لغايه لما يتبلوا. الجزر مع البطاطس بيدي طعم حلو قوي، غير طبعا القيمه الغذائيه للجزر، بيدي طعم قوي حلو قوي لصينيه البطاطس. هنشوف بقى مع بعض بعد ما البطاطس والجزر يتبلوا هنسقيهم بالشوربه ونحط عليهم الطماطم واحطهم في الفرن. هنا ضفنا عليها البطاطس الشيري او البيبي توميتو زي ما بيسموها، اللي هي الطماطم اللي هي الصغيره، اللي هي دي بطاطس صغننه خالص، حجمها صغير خالص اهي. هحطها واول ما تبدا تدبل اخرمها باعواد الشيش او بشوكه عشان تنزل العصاره بتاعتها وتعمل طعم ولون لصينيه البطاطس بتاعتنا.
اول ما تدبل باذن الله سقيها الاول بالشوربه وبعد كده احطها في الفرن. هنشوف لما تطلع باذن الله هتبقى شكلها ازاي. دلوقتي البطاطس بتستوي على النار، هسويها الاول على النار وبعد كده احطها في الفرن. والرز بيستوي والفراخ خلاص استوت، انا طفيت عليها خلاص واقفه على يعني على التحمير. خلاص اخيرا اكلنا بقى جاهز ان شاء الله، ويا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم. ده كان الحمام الكذاب، ودي صينيه بطاطس، وده رز بالزعتر، ودي السلطه. طبعا ان شاء الله الحلقات الجايه هنقدم لكم اكل جميل ولذيذ وشهي باذن الله. وقدموا لنا اقتراحاتكم، لو حد عايز اكله معينه باذن الله ممكن نعملها.